رمضان مبارك عليكم يا حلوين. تعالوا بسرعة نسوي حلا الهبة. كاستين ايه بس. المهم علبتين بسكوت دايجستيف. انا احب البسكوت دايجستيف طعمه مرة حلو. هنا رشة هيل مطحون، ملعقة سكر بني او سكر عادي اختياري، ونفرمه شوية. ما نطحنه مرة، بعدين نحط تمر خلاص. حطوا زي ما تبغوا، انا حطيت على الطباطي صراحة. فرمته بعدين زودت عليه نص علبة قشطة، بعدين واسيته في صينية فرن. بعدين بنحط علبة قشطة جيمر. هذه العلبة تقريبا 350 جرام. نسيت أقول لكم إن التمر منزوع النوى، انتبهوا بعدين تاكلوه بالنوى. طبعا البسكوت والقشطة والتمر خلطتهم مع بعض مرة تانية لين صاروا كده. المهم هذه طبقة البسبوسة نحطها. طبعا أنا المفروض تكون أخف من كده. زودوا شوية حليب، موجود الحليب عندكم في الشاشة الكمية يعني. نواسيها، نفتح بس الشواية، نحطها 10 دقايق أو أقل. خليكم مراقبين بس، وطوا النار حق الشواية وخليكم مراقبينها في الرفة اللي في الوسط لين تتحمر. طبعا أنا نسيتها عشان صاحبتي كانت عندي، حرقناها أنا وهي، بس طعمه والله حلو لما طلعت انحرقت كده. حليب مكثف أو شيرة بكيفكم. بس طبعا نخرمها عشان يدخل فيها الحليب المكثف. وبس والله وعليكم بالعافية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا تنسونا من صالح دعائكم. أنا عارفة إيش بي اليوم مكلجة.